الابتزاز الالكتروني، عايزين نعرف تعريفه وعايزين نعرف اكتر عن الابتزاز الالكتروني. أنا بس خليني الأول مبدئيا أحيي حضرتك وأحيي القائمين على القناة باختيار الموضوع الشيق ده، لأن بأمانة موضوع الابتزاز الإلكتروني موضوع سيء، مصر كلها بتعاني منه، مصر كلها بتعاني منه. فأنا بحيي حضرتك. وإحنا النهاردة عندنا ثلاث أعياد في مصر. إحنا عندنا عيد القيامة المجيد، وعندنا عيد الربيع النهاردة، وعندنا عيد العيد المبارك، عيد الفطر المبارك. فاحنا فرصه بقى ان احنا نهنئ ونبارك قائدنا العظيم وحكومه الرشيده والشعب المصري والشعب المصري جميعا، اقباط ومسلمين، بالاعياد. كل عام حضراتكم جميعا بالف خير طبعا، ويا رب دايما كل اسره وكل شخص بيسمعنا دلوقتي بالف خير، مسلم مسيحي كلنا واحد، كلنا ايد واحده، كلنا وطن واحد. انا اللي بشكرك على تلبيه الدعوه وانك نورتينا طبعا وجاي من سفر طبعا. تسلم. عايزين بقى نعرف ايه مفهوم الابتزاز الالكتروني. الابتزاز الالكتروني عباره عن جريمه اخلاقيه قبل ما تكون جريمه جنائيه. النهارده عندنا القانون المصري، قانون العقوبات المصري 300، قانون العقوبات المصري 327 عقوبات، وكمان عندنا قانون وزاره الاتصالات اللي هو 71 من قانون الاتصالات، كان صارم في موضوع الابتزاز الالكتروني بخصوص العقوبات بتاعته. النهارده مفهوم الابتزاز الالكتروني عباره عن كل فعل يشكل تهديد لشخص ما، بان هو يهدده بصور او يهدده بفيديوهات او يهدده ان هو يسحب. بيحصل على مدار اليوم كتير وعلى السوشيال ميديا عندنا في المجتمع على ارض الواقع بسبب سلبيات كتير جدا يا مستشار. تمام اتفضل يا استاذ محمد. طيب عايزين بقى نعرف انواع الابتزاز الالكتروني. يا اما بيكون نوع مادي او نوع الضغط على الضحيه ان هو يرتكب افعال غير مشروعه، يا اما مادي يا اما يبتزه ماديا او يبتزه ان هو يضغط عليه يرتكب افعال غير قانونيه او غير مشروعه. طيب هل الابتزاز الالكتروني ممكن يكون له تاثير سلبي على الانسان او الشخص؟ طبعا ده من اخطر الابتزاز الالكتروني. دي جريمه اساسا، جريمه النهارده مستحدثه على مجتمعنا، بتوصل الانسان للانتحار. النهارده انت بتضغط على النفسيه بتاعت الانسان، بتوصله الى جريمه الانتحار، اخطر من القتل واخطر من السرقه، من الجرائم الحديثه في المجتمع. تمام. طيب ايه عقوبه الابتزاز الالكتروني؟ العقوبة اللي بينص عليها احنا قلنا قبل كده قانون العقوبات في المادة 327 عقوبات أكدت إن بيوصل ل5 سنين حبس، وغرامة بتبدأ من ما تقلش عن 30,000 جنيه ولا تزيد عن 50,000 جنيه، أو العقوبتين معا. يعني